بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير عليكم وتحياتي لكل متابعيني، وبتشرف دايما بمتابعتكم. يوم صعب على الكرة المصرية النهاردة، حقيقي صعب. يعني اعتقد النهاردة يوم حزين للكرة المصرية في العموم. يعني سواء هنتكلم الاول على منتخب الشباب. دايما على مدار تاريخ الكرة المصرية، ايام ما احنا كنا حتى في منتخب الشباب ومنتخب اولمبي، كانت البطولات دي او المشاركات دي بتدينا دافع كبير جدا ان احنا ممكن في يوم من الايام نلعب فريق اول ونلعب انديه كبيره، نلعب اهلي وزمالك ونلعب منتخب مصر الكبير. بالاداء اللي انا شفته الفتره دي لمنتخب الشباب، انا اعتقد يعني دي حقيقي اللعبه دي ما كانتش بتتمرن خالص، يعني ولا اتمرنوا مع بعض ولا في انسجام. تخيلوا ان انتوا النتائج منتخب الشباب، تعادل مع موزمبيق وخساره من نيجيريا والنهارده خساره من السنغال. حقيقي بجد يعني انا مش عارف، يعني هل في اختيارات عشوائيه، في مجاملات، خصوصا كمان انتوا عارفين ال السن بتاع منتخب الشباب ده غريب بصراحه. يعني بالاداء اللي احنا شفناه وبالنتائج المخيبه، لا صعب قوي. يعني مش ممكن، ده معناها ان كده ان الجيل ده مفيش لعيبه خالص، ولا عندهم روح، ولا اتمرنوا، ولا عندهم حتى يبقى ليهم مستقبل. يعني دايما بيتقال على منتخب الشباب والمنتخب الاولمبي، المنتخب الاولمبي برضو عنده في شهر 3 على ما اعتقد برضو عنده مواقف صعبه جدا هيقابلها. فانت كده يبقى عندك منتخب شباب ومنتخب اولمبي، فانت عندك معناها ان الجيل ده، مع احترامي يعني، ده ولا بيتمرنوا ولا بيلعبوا مع بعض، ولا حتى مدين حتى امل ان يبقى في عناصر جديده تظهر في الفتره اللي جايه. هنخش على المباراه اللي هي مباراه النادي الاهلي. حقيقي النهارده النادي الاهلي رغم التعادل صعب الموقف برضه، يعني ما زال الموقف صعب على النادي الاهلي. النهارده لعيبه النادي الاهلي الشوط الاولاني مش اداء لعيبه النادي الاهلي خالص. المفروض مباراه انت لازم تكسب، لازم نازل من البدايه مستعد بشكل كويس جدا. نازل من اول ربع ساعه ده كده على مدار في المباريات دي، تاريخ النادي الاهلي في المباريات دي انت بتنزل تخلص اول ربع ساعه بتخلص من المباراه. غريبه بصراحه يعني. ما بانتش الروح دي غير يمكن في الشوط الثاني على فترات. هل معرفش ده سوء توفيق، ولا هل ده اسيبكم من حته الاجهاد، لان اللعيبه اللي موجوده لعيبه خبرات ولعبوا مباريات وعندهم بيتقال عندها كده، بيتقال عندنا كده في الكوره تحمل القوه عندهم. يعني يقدروا يلعبوا ماتشين 3 ماتشات في 10 ايام ده، فدي ما فيهاش مشكله عشان بس ما حدش يجيب حته الاجهاد. هي العزيمه، هي الروح في بعض اللعيبه بصراحه، بعيد عن المستوى بتاعهم، بعيد عن ادائهم. قفشه بقاله فتره كبيره جدا، يعني بيلعب مباراه ومباراتين اللي بعدها يبعد. احمد عبد القادر النهارده مش موجود، حقيقي مش موجود. يعني رغم ان هو من اللعيبه الكويسه ومن اللعيبه المميزه جدا، ولما بيبقى في حالته بيفرق مع النادي الاهلي. الكلام ده برضو ينطبق على قفشه. شاغل نفسه بالجماهير وشاغل نفسه بالناس، ان هو عايز يثبت وجوده وعايز يرد على الناس. قفشه يعني خلاص الموضوع ده انتهى، انت مش صغير عشان تيجي عايز ترد ان انت كويس. خلاص انت عندك رصيد، بس الناس هتفضل واقفه معاك في وقت معين. انت ما تشغلش دماغك خالص، مع احترامي، وما تخليش حد من اخوك ولا حد يتكلم ولا يرد على حد، لان الموضوع ده هيأخرك كتير جدا، وفعلا ابتدى يأثر عليك. لعيب برضو تاني النهارده بصراحة شفته مش في الحالة بتاعته. الو ديانج النهارده مش الو ديانج حاسس ان هو تايه النهارده، بعيد تماما. الوحيد النهارده مروان عطيه، بصراحه لعيب كويس بصراحه، رغم انه يسأل عن الهدف الثاني في القطع بتاع الكوره، بس بصراحه عمل مباراه كبيره جدا رغم ان ما عندوش الخبرات الافريقيه، بس ادى المطلوب منه، عمل مباراه كبيره. حسين الشحات بقى له فتره بصراحه عامل مستوى كويس. النهارده على فترات بس يعني التحرك بتاعه والسرعه بتاعته، سرعه رد الفعل، لا احرز هدف مميز. وفرقت برده مع النادي الاهلي، ضيع ضربه الجزاء من محمد هاني. والله وانا محمد هاني داخل على ضربه الجزاء، باين على وشه اولا الخوف. في ناس ممكن ما تتابعش المواقف دي، باين على وشه الخوف، مش مركز هو هيسدد في انهي زاويه، فبالتالي هتضيع. هل هو مستر كولر مثلا مديله تعليمات، او في المحاضره ادى ان هو محمد هاني هو اللي يشوط ضربه الجزاء؟ لان انا لاحظت ان علي معلول بعد عن الكوره. فهل ده تعليمات مستر كولر ان لو جت ضربه جزاء
محمد هاني، ولا هل محمد هاني هو اللي دخل من نفسه يشوط؟ لان المواقف اللي زي دي الكور اللي زي دي بتكسبك مباراه حقيقي. فطبعا فرقت مع النادي الاهلي. لو النادي الاهلي كان احرز ضربه الجزاء كانت فرقت مع النادي الاهلي، كان اعتقد ان كانت الثقه هترجع تاني. النادي الاهلي رجع للمباراه واحرز الهدف الثاني حسين الشحات، وهدف التعادل محمد عبد المنعم. كان المفروض يعني الطبيعي ان انت تكسب لو ضربه الجزاء دي. بس هو طبعا انا مش بلوم على محمد هاني، بس انا بلوم على الموقف نفسه. النهارده في مشكله دفاعيه واخطاء فرديه على لعيبه النادي الاهلي بالكامل. واقفه غلط. محمد عبد المنعم رغم احرازه الهدف مش مركز. متولي في الهدف الاولاني اللي احرزه سان داونز لعيبه كوره كويسه جدا. النهارده كان فيه سرعه حركه ونقل غير طبيعيه. لو لعيبه النادي الاهلي طبيعي لو مش مركزين مع السرعات بتاعتهم والتحرك والاختراقات، طبيعي ان اداء مدافعين النادي الاهلي هيبقى كده. هم كان اعتقد معظم المدافعين النهارده عبد المنعم ومتولي متوقعين ان لعيبه سان داونز هتبقى خايفه من النادي الاهلي في وسط جماهيرها. يا جماعه الكلام ده ما بقاش موجود زي الاول. ما شاء الله لعيبه سان داونز فرقه كويسه قوي، لعيبه كوره بيعرفوا ينقلوا الكوره كويس، بيعرفوا ينقلوا يخترقوا امتى، يعرفوا يسددوا امتى. اعتقد ان اللعيبه دي لعيبه النادي الاهلي ما كانتش مستعده للمباراه، لان باين سرعات سان داونز فارقه عن لعيبه النادي الاهلي. برضو ودايما بتكلم فيها دي، دايما لازم عبد المنعم لانه يعتبر هو الخبره بتاعت مدافع النادي الاهلي، المفروض انت اللي بتتكلم وانت اللي بتوجه. انا النهارده شفت اخطاء غريبه برضو. الهدف الاولاني اللي دخل في النادي الاهلي من سان داونز، اللعيبه الاثنين المدافعين عبد المنعم ومتولي خرجوا بره منطقه ال 18. المفروض طبيعي ان يبقى عبد المنعم واقف ومتولي، المفروض الاثنين يبقى في مسافه ما بينهم وبعض. في الكوره يا جماعه لو تلاحظوا في الهدف الاثنين في حته واحده وسايبين الجزء الدفاعي ده. برضو ضم علي معلول لجوه دي صعبه قوي بصراحه. يعني ما اعرفش هل هو كان المفروض بخبرته انت هو بس لو خد خطوه، ويمكن انا اتكلمت في دي خطوه، هي خطوه وتركيز مش محتاجه تاكلينج، لان صعبه جدا، لان الكره سريعه. في المواقف اللي زي دي لازم تاخد خطوه وبتلف وشك كده بالظبط وتطلع. طبعا خطا اثر على اداء النادي الاهلي، صعبها. الاهلي رجع للمباراه تاني، بس لعيبه سان داونز لعيبه كوره بصراحه، يعني عملوا مباراه كبيره جدا وما عندهمش الرهبه، ما عندهمش الخوف. هل لعيبه النادي الاهلي النهارده كان عندهم الخوف؟ طبعا الحمد لله ان النتيجه طلعت بتعادل، لان لو النتيجه كانت طلعت بهزيمه طبعا الموقف صعب على النادي الاهلي، بس يعني تعادل افضل من هزيمه. النادي الاهلي ما عندوش حل دلوقتي غير انه يكسب المباراه اللي جايه، لا بديل عن الفوز سواء على ارضك او بره ارضك، عشان تصعد من دوري المجموعات سواء اول او تاني. بتمنى التوفيق للعيبه. لازم مستر كولر يتغلب على الاخطاء دي، لان اخطاء متكرره. النهارده عايز اشيد باداء الشناوي، برافو الشناوي بصراحه، عملت مباراه كبيره. كنت مركز، انقذت النادي الاهلي حقيقه النهارده. لولا تالق الشناوي النهارده لا كانت المباراه هتتصعب، وكانت ممكن النتيجه تبقى مختلفه تماما. برافو الشناوي، وده اللي احنا دايما بنتكلم فيه، رغم ان في اوقات كتيره جدا انتقدتك، بس انا دايما عندي ثقه فيك، لانك انت من الحراس المرمى المميزين سواء مع النادي الاهلي او مع منتخب مصر. لازم دفاع النادي الاهلي يركز في الفتره اللي جايه. معلول يبعد عن الخوف شويه، لان انا حسيت ان بقى علي معلول فقد الثقه بعض الشيء. بتمنى التوفيق للنادي الاهلي، موقف صعب، بتمنى لهم التوفيق، لازم الفوز في الفتره اللي جايه. هنخش على مباراه الزمالك. اولا نادي الزمالك النهارده بالتشكيله اللي عاملها مستر فيريرا صعبه جدا بصراحه. مش فرقه راح تكسب الترجي في ملعبها في وسط جماهيرها. يعني فرقه التشكيل بتاعها عواد، عبد الشافي، عبد الغني، حسام عبد المجيد، المسلوسي. في نص الملعب انت عندك يعني عناصر بعيده تماما بصراحه. يعني عمرو السيسي، انا مع احترامي يعني انا ما اعرفش الصفقه دي بناء على ايه تم اختيارها لانضمامها لنادي الزمالك. عمر جابر على مدار فتراته مع نادي الزمالك تقريبا في الفتره الاخيره وحتى قبل كده، رغم ان على فكره عمر جابر مش من اللعيبه اللي انا بحبها جدا، بس دي ملهاش علاقه بالكوره تماما. عمر جابر المفروض ان هو لعيب خبره، المفروض عنده الامكانيات ان يعمل فارق مع النادي الاهلي، لا بعيد تماما. عمر السيسي مش لعيب كويس حقيقي، صفقه غير ناجحه لنادي الزمالك بالمره. عندك دونجا على فترات، دونجا برضو مش عامل
يعني مش سادد الفراغ الكبير اللي بتاع امام عاشور. يعني بصراحه بيلعب اللعب التقليدي. وبرضه خلينا نتكلم ان الفرقه مش مساعداه حقيقي، يعني الفرقه مش مساعداه. بس على المستوى داخل الملعب لا، دونجا بعيد تماما، مش الاداء بتاعه. السيسي عندك عمر جابر، انت عندك ثلاثه في نص الملعب بعيد بعيد تماما. ويقدر النادي الترجي يقدر يسيطر، وده اللي حصل. نادي الترجي قدر يسيطر على المباراه وقدر ان هو يكسب 2-0. عندك بقى في الجزء الامامي بقى، اللي هو المهم، اللي هو المفروض ان يكسبك. طبعا مع احترامي لشيكابالا يعني ملهاش علاقه خالص. يعني شيكابالا لا، مش بتاع بدايه مباراه. اولا سنه، اللياقه البدنيه، مش بتاع لعيب يبدا المباراه من البدايه. شيكابالا من اللعيبه اللي تقعد على الدكه وينزل تلت ساعه يعمل الفارق. بس ان هو يبدا مباراه مصيريه لنادي الزمالك ولازم الفوز ليها، لا شيكابالا لا. وانا حتى يمكن اتكلمت من فتره والله ان باين على شيكابالا ان هو مش، يا جماعه بجد الناس بتشوف ان هو بيلعب على الواقف. خلاص هو ده عامل السن وده شيء طبيعي. بس في البطولات الافريقيه والفرق، انتوا ما شاء الله النهارده شفتوا سرعه الترجي ولعبها وادائها، طبيعي ان هيتغلب عليها، لان دي عناصر شابه عندها القوه، عندها قوه التحمل، وعندها السرعه وسرعه رد الفعل. فطبيعي مع عامل السن مختلف. يعني مش هتجيب واحد عنده 22 سنه او 23 سنه مع احترامي مع واحد عنده 38 سنه. فرق سرعات، هنقول خبره، بس خبره دي في اول اخر ربع ساعه اخر تلت ساعه بتفرق. بس ان يبدا مباراه صعبه. عشان كده انا دايما كنت بتكلم ان شيكابالا يكتفي، لازم شيكابالا يكتفي خلاص بالفتره اللي هو لعبها. هي كرة مش عافيه، وده طبيعي سنه الحياه. ما احنا كنا بنلعب كرة وبطلنا، بنزعل شويه، بس دي سنه الحياه. بيجي جيل بيسلم جيل، وهي دي سنه الحياه. ممكن يكون عنده طموح بس خلاص عامل السن مش هيساعده. سيف الدين الجزيري من ساعه كاس العالم ولما رجع لا، مش موجود، ولا عامل اضافه للنادي الزمالك، ولا عامل اضافه للفريق. مستسلم، سهل جدا ان اي مدافع ان يمسكه. ما عندوش الرغبه اللي هي زي ما بدا، حقيقي بعيد تماما بصراحه. فانت عندك زيزو، فانت اذا بقى انت بتتكلم شيكابالا، سيف الدين الجزيري زيزو مش زيزو بصراحه. يعني هو عمل كام ماتش كده وعمل مباراه وخلاص، طريقه اداؤه بقت محفوظه، بقت خلاص الفرقه كلها عارفه ان زيزو. انا واحد من الناس وانا قاعد بتفرج عارف ان زيزو هيمسك الكوره هيعمل كده، هيقوم دامم لجوه يقوم عامل كده. شيكابالا الناحيه الثانيه يمسك الكوره يقوم داخل لجوه يقوم عامل كده، لما يعملها في الاتجاه ده. فخلاص لعبه حفظ. زيزو لازم يطور من لعبه ولازم يطور من ادائه. انت كده عندك ثلاثه في نص الملعب مع ثلاثه المهاجمين. مع احترامي خلاص نادي الزمالك فقد السيطره على الملعب، استحاله ان انت تكسب. طبعا نادي الزمالك بخسارته النهارده امام الترجي الموضوع اتصعب تماما، بقى صعب جدا وبقى موقفه صعب. اعتقد ان الزمالك بنسبه يعني خلاص يعني 99% ولا 100% خارج البطوله. النادي الاهلي عنده فرصه. طبعا النهارده يوم صعب على الكره المصريه، بتمنى العوده من جديد وبشكركم على المتابعه. تحياتي ليكم، ابراهيم سعيد.